لو انت خلاص بقيت فاسيلتي انجينير واستقريت ان انت تدخل المجال ده، ايه اللي هيكون مطلوب منك في الاورجانيزيشن بتاعتك وايه السكوب بتاعك؟ يعني ايه اللي انت هتروح تعمله كل يوم في شغلك؟ يعني هتبقى مسؤول عن الحاجات اللي قدامك في السلايد دي. اول حاجه responsible for all related operation and maintenance activities from mechanical point of view، وممكن ازود لك عليها كمان from electrical point of view for the assigned property او properties. يعني ايه القصه دي؟ يعني انت هتكون مسؤول عن كل ما يخص التشغيل والصيانه لكل حاجه تخص الميكانيكا، وممكن كمان الكهرباء داخل المنشاه او المنشات بتاعتك. يعني انت ممكن تبقى فاسيلتي انجينير لكن ماسك اكتر من منشاه، مش منشاه واحده، ماسك كذا مبنى، وارد جدا. ممكن تبقى ماسك كومباوند متكامل، كومباوند فيه يعني 1200 شقه او 1000 عماره، فبالتالي انت هتبقى مسؤول عن كل الكلام ده. احيانا في بعض الشركات بتجيب مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء وكل واحد في حتته، واحيانا اكتر بعض الشركات بتجيب مهندس واحد فقط ميكانيكا يشيل شغل الميكانيكا والكهرباء، ومهندس او العكس مهندس كهرباء ويشيل شغل الميكانيكا والكهرباء. وده بيبقى تحدي كبير وتشالنج كبير سواء لمهندسين الميكانيكا او مهندسين الكهرباء، لان انت في الحاله دي بيبقى مطلوب منك ان انت لو انت راجل ذو خلفيه ميكانيكا لازم تفهم كهرباء كويس وكنترول وانظمه التيار الخفيف، لان انت هتبقى مسؤول منها مسؤوليه كامله.